التغيير بشكل قوي على بيت سبورتينغ لشبونة وصاحبتها عاصفة هوجاء قسمت صفو النادي بخصوص النجم الجزائري إسلام سليماني. فالمدرب ماركو سيلفا ظل يؤكد على حاجته للاعب ويدافع عنه ببسالة أمام وسائل الإعلام، بينما رئيس سبورتينغ دي كارفالو يصر على معاقبته وإبقائه ضمن الفريق الرديف، وبين عقوبات سليماني من طرف الإدارة والتمسك الواضح لمدربه سيلفا وقوله إن سليماني لم يكن له أي سوء تصرف من الجانب الفني، يبقى اللاعب بين المطرقة والسندان، مطرقة الإدارة التي تدفعه إلى الرحيل وفق شروطها، وسندان المدرب الذي يريد بقاءه بأي ثمن، في حين يبقى سليماني ينتظر إحالته على المجلس التأديبي. مهاجم وهداف الخضر المعروف بحسن أخلاقه وتربيته العالية لم يسبق وأن اختلق مشكلا في مشواره الكروي، سواء لما كان في الجزائر أو حينما تحول للاحتراف بالبرتغال. ما يحدث لسليماني وصفه المتتبعون مؤخرا بالقضية التي لم يكن له يد فيها، سوى أن بعض الأندية اهتمت بخدماته وأبرزها طرابزون سبور تركي وليستر سيتي الإنجليزي. ليبقى مسلسل اللاعب السابق لشباب بلوزداد متواصلا على أمل أن يعرف نهاية سعيدة.